أنصار السنة الزمان، أنصار السنة الزمان ما هسيدل ديل ما باعوها، باعوا القضية، الشغلانة دي صعبة. فهمت؟ أنصار السنة الزمان الواحد كان يطردوه من البيت، أبوه وأمه يطردوه من البيت بيمشي، الحلة كلها تقف ضده وهو ضدها ويبلغ لها التوحيد، يضربوه ويطردوه ويرموه بالحصحاص وكده، وبعده صابر على منهجه وما يوادهم وما يقف معاهم. فهمت؟ وانا ممكن احكي لك مسائل غريبه جدا. الليله ديل دارين يجوا يقولوا يا اخواننا احنا مستضعفين زمان، ناس حسون وعبد الرحمن ابن حجر المغربي اللي كانوا 3 أو 4 أنفار، ولا الان انتوا انصار السنه اللي في الجامعه دي تحصلوا 300 نفر او 200 نفر. تقدر تغالطني انت في المعلومات دي؟ في انصار سنه يقدر يغالط؟ فهمت؟ انا كنت جاكومه في البتاع ده والحمد لله تبت، نسال الله يغفر لنا. اوعك تلعب، ما انتوا ما تخشوا معانا في حاجه، نحن بنشتغل في الصوفيه والاخوان المسلمين جو انصار السنه واقفين لنا في النص، اوعك تقف في النص. الدعوه دي زي القطر، لو وقفت في النص ما فرملتها مسافه تقبض بيكون في قوه بتاع الدفع بورا. فهمت؟ بتجي تمسحك طوالي، عشان كده امشي العب بعيد، اوعكم تجون هنا. الرساله دي لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. نقولوا الكلام ده كويس. فهمت؟ امشي العبوا بعيد. نحن لو قمنا معاكم لهذه الاساليب الخبيثه ما دارين صوتنا يصل للطلبه، نحن نتكلم في عبد الحي تكلمنا في كاسين. فهمت؟ وجماعه التجريح والله نقوم عليكم نوريكم الحاصل. اوعى، انا عندي هنا كلام شين جدا، جيب الموبايل، كلام شين جدا لانصار السنه والناس اللي لافين وراهم. في واحده اسمهم غسان، دي عندها منظمه اسمها مجددون. فهمت؟ دي عندها كلام غريب جدا، انا ما تخليني اقوم امرق. وافلام دي غيروها لك بافلام جديده. طبعا السروريه دي عباره عن دين يواكب هوى النفس. تكفيرين ديل ناس عبد الحي يوسف، يعني زول زمان حضر له فيلم هندي ولا مصيبه زمان دار يجي يطبقوا، يعني بدل زمان البطل كان فان دام، هسه البطل بقى ابو بكر البغدادي، ما في اي خلاف. بس هناك وبرضه الموسيقى زمان هناك طبعا سكسفون وبلاوي وكده، هسه بتكون فرقه الانشاد لصاحبها زعموط، تين تين ها ها هم مش بتسمع هناك. هسه ده دين؟ تقدر تجيب لي دليل واحد من السلف ولا من العلماء انه ده دين؟ فهمت الحاصل؟ ولذلك تفرقت الامه وصارت لقمه سائغه في ايدي اعدائها. كويس؟ الامه دي تجمع على شنو؟ تجمع على العقيده الصحيحه منهج السلف، وعلى السنه، اقامه السنه وقهر البدعه. الليله انصار السنه جايبين لهم مطويات تؤصل للتمييع. واحد عامل فوق اسمه ابو عمر، اسمه منو هو؟ قال ابو عمر، قال ابو عمر الاسري. الواد ده انا بعرفه، زمان كنا بنعلمه يرد على الشعبيين كيف، بيخاف من الشعبيين الواد ده، خليه يقابلني، بيخاف منه. مره انا لقيته مزروت هناك جنب سيارات شعبي، ولاد صغير زارده في حديث وان تامر عليكم عبد حبشي. الشعاب الولاد قال له يا اخي الرسول لما يقول عبد معناه الدين فوق عنصريه، معناه الحديث ما صحيح. ذاك يقول له لا والله طبعا، وما قال يا زي التبليد العبد ده وصف حكمي يثبت على الانسان ولو كان من قريش. انت فاهم حاجه هسي؟ ده وصف حكمي. سبب الحرب والكفر لما تكفر او يحاربوك ويسبوك في الحرب، انت كده بتبقى شنو؟ تبقى عبد. فهمت الحاصل؟ بيبيعوك ويشتروك ولو كنت من بني هاشم. انت فاهم الحاصل؟ ده وصف حكمي. ذاك بليد ما قدر يرد لغايه ما جينا، فهمت؟ ردينا له. ده واد انت الشعبي ما قادر على مدار تجي تخش معانا هنا. كل المطويه دي تأصل لشنو؟ انه يا اخواننا نحن الان في زمن تعبان، ما يعني الناس ديل ما نقاطعهم، الشعبيين ديل هو بيقول، وطبعا بيطعن في الدين وبيقول الرسول يضينا كويس، وبيقول ابو هريره كذاب والبخاري ما نافع وكده. ايوه صح غلط، لكن نحن نمشي معاهم لانه الزمن صعب. الزمن صعب والله. دي زي المتحف بتاعت البرع الفارغه الفاشله، الدنيا كعب ولا شنو وعدمها كعب. فهمت الحاصل؟ يا واد انت ما قادر تشد حيلك. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهمت؟ تكلم عن مسائل الهجر بما لا يفقه وما لا يعلم، وده موضوع طويل جدا. ما فهموا ويقولنا كلاما احنا ما قلناه، وناقل لك كلام ما فهم. الشاهد من الكلام
إنه أنصار السنة ديل الآن بيقوا عبارة عن مرحلة الشرنقة للتكفير. مش الحشرة دي عندها 4 مراحل، بيضة وتاني شنو يرغة وشرنقة وحشرة كاملة، صح؟ مرحلة الشرنقة دي أنصار السنة. ولا كلامي غلط؟ تقدر تغالطني؟ وضح الخضر ده أنصار سنة مع محمد حسين يعقوب في بيت عبد الحي يوسف. من السلف فعل هذه الفعلة؟ تقول لي زمن فتن كده. خليك محمد حسين يعقوب قول سلفي تب بقى نجيض. المودي هناك شنو؟ واخر قبل كم شهر ولا شهرين جابوا قناة طيبة خطبة في مسجد الفتح وفي مسجد عبد الحي وتاني في مسجد تاني. فهمت؟ انهم يفتحوا بلاغ. صوفية كلهم شافتح بلاغ. فهمت؟ ما بتعمل حاجة يا زول، شافتح بلاغ. والله كتبنا قاعدة، كتبنا قاعدة والله. امشي معاك لا هاي ذاته كتب قاعدة، كلام بأدلة وكلام. تقلنا انا بجي زي محمد الامين اسماعيل يسألوه عن شنو كان، سألوه في حاجة في الصوفية، قالوا طبعا النفس 3 ونفس أمارة بالسوء و إلى آخره. يا تزول عاطل ساكت يا. فهمت؟ عن القطب والغوث. القطب والغوث قال طبعا الأنفس 3. يا زول ما تتكلم عن الغوث. الغوث ده معناه هو الواسطة بيننا وبين الله، ويستشيره الله في إنزال الخير إلى الناس. شوف الكفر ده كيف بيقول لها الغوث نازل كيف نزل لهم مطره كم، يقول لهم والله 13 هكتار مكعب نزل. عرفتها؟ ده الغوث الكبير زي ما قال البرعي، وهو الغوث الكبير. فهمت؟ فده كلام انصار سنه ديل باعوا الشغلانه دي زمان، ومساكين اولادهم اللافين هنا ديل في الجامعات وفي غيره بيطبلوا على حاجه احنا كشفناها بدري. انا زمان كنت في مكتب الطلاب بتاعك ده، كل الشغل ده عارفين. فهمت؟ ما تخليني اقوم اخش لك في الغريب. فهمت؟ كلام ده كله عارفين. والله تضيع زمنك ساي، والله تضيع زمنك يا اخواننا. انا تميزت بجماعه انصار السنه. اتميزت ليه؟ عشان يكون ديلك برام وانا براي. تجي تأصل لي في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 21 كويس، تجي تأصل لي انه يا اخي يجوز التعامل مع اهل البدع. طيب جماعه انصار السنه الفوق دي عامله ليه؟ دارت البصر شريط زي الدبابين، مالك عامله ليه يعني؟ متميز ليه؟ حيالك الله ده ذاته ما انفصام في الشخصيه كده. خليك من الادله والكلام ده كله. فهمت؟ عشان كده يا اخواننا والله الزول بيمشي انصار سنه ده بيضيع زمنه ساكت.